عمرك بصيتي على هدوم قديمة أو قماش متبهدل وقلتي خلاص ملوش لازمة؟ استني بس شوية، النهاردة هخليكي تبصي للقماش بعين تانية خالص. أنا جمعتلك 5 أفكار مختلفة لشنط شيك وأفكار سهلة وبسيطة. خليكي معايا للنهاية عشان آخر فكرة هتبهرك ومش هتصدقي إنها معمولة من إعادة تدوير خالص. تابعوا معايا الفيديو ويلا نبدأ بسم الله. في إيه؟ ونبدأ بسم الله. هنبدأ بالقماشة دي. تمام؟ دي هنركنها دلوقتي، ودي نبدأ بالقماشة البيج دي. عندي هنا قطعتين قماش اهم. ادي قطعة كانت كم الجلابية قديمة. هطبق قطعتين القماش كده على بعض واسويهم الاول. طبعا بما ان ده قماش هستغله في الشنطة، فانا لازم اجيب كتاب واقيس على الكتاب ذات نفسه. تمام، عندي كتاب اهو. هسيب مسافة من هنا عشان انا هبدأ اسيبها للخياطة. تمام كده. انا هنا خدت مقاس الشنطة. تمام، زيادة انا هحتاجها. تمام، واسيب القطعتين من هنا. عندي القطعة دي هستغلها في اني اضيفها هنا مع القماش دي، وهقص الزيادة. تمام، واسوي كده القطعة دي. تمام، خدت قطعة على قد قطعة القماش. هبدأ بقى ادي قطعة القماش اللي عندي، هبدأ ان انا اخيط القطعة دي هنا كده، بحيث ان هي تديني شكل ان ايه اكني رسمتها يعني. اخيطها هنا بقى كده وهرجع لكم تاني. هخيط الجزء ده. دي تمام اهو، سويناها. هناخد الجزء ده كده ونخيطها كده على بعضيها عشان نعمل الايد. هعمل من القطعة دي 2. تمام، تمام كده. هعمل الاتنين دول وارجع لكم تاني هخيطهم على المكنه. وبكده انا عملت اهو، خيطت الاتنين. هبدا اللي انا ايه اركبهم هنا اهو. اخيط دي هنا كده واخيط دي هنا كده. اخيط خيطتها، التانية كمان خيطتها اهي. هبدا بقى ان انا احط وش القماش. بصوا، وش القماش في وش القماش، واقفل الشنطه كده 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 كده. تمام، خيطها خيطتها. ابدا اقلب القماشه.
بعد ما خلص. ودي كانت اول فكرة معانا، يا رب تعجبكم، ولو عجبتك يا ريت ما تنسيش اللايك والشير ومتابعة القناة عشان اي فكرة جديدة توصلك بإذن الله. الفكرة الاولى اهي. يلا بقى نستعد للفكرة التانية. عندي هنا قماشة سمراء برضو كانت المفروض اللي انا هرميها، فتنيتها نصين وخدت برضو مقاس الشنطة بالطريقة اللي احنا عارفينها بالكتاب. اي كتاب عندك شطار كده مكتوب كده متابعين معايا ومركزين، اجيب الكتاب واخد بيه مقاسات الشنطة. عندي هنا قطعة برضو تانية كارو، لقيتها لايقة مع القماشة السمراء. احنا لازم واحنا بنشتغل نخلي الحاجة متناسقة عشان تبان ان هي جديدة، او تبان قصدي ان هي مش معمولة باليد يعني. تمام. عندي هنا القطعة الكروم تنتها عشان خاطر الخيوط اللي طالعة منها. اجيب بقى ايه اي قطعة تانية كده عشان اكسر القماش الاتنين، يعني تحسي ان هما هادين قوي، فانا عايزاها لبنوتك، فكان لازم ان انا اكسرها بحاجة كده. عندي الجزء اللي هو اللي بيلمع ده حطيته ما بين القماشة والقماشة الكروم، ثبتهم بقى بالمكنة. بعتذر على ان بصورش المكنه القماشه وانا بخيطها على المكنه، ان المكنه عندي بتزهق شويه. تمام. بس قبل ما اقفلها لازم اركب الدراع الاول في الشنطه عشان ايه يكون مظبوط معايا. ماشي. جبت هنا عندي حزام عبايه سمراء، جبته قصيته نصين، انا ما بستخدموش فجبته قصيته نصين. وعشان اثبت الدراع في الشنطه لازم تكون طبعا الشنطه الدراع اثبته يكون مظبوط، ما يبقاش واحد اطول من واحد، واحد بعيد عن واحد. فانا خدت مقاسات الشنطه كده، خدت من هنا 8 سنتي ومن الناحيه التانية 8 سنتي، وعلمت بالماركر بتاعي عشان خاطر ان انا لما اركب اليد تكون مظبوطه. جبت هنا اليد وهبدأ ان انا اثبتها في المكان ده، بس ركزوا معايا وانتوا بتثبتوا اليد عشان ما تغلطوش الغلطة دي. انتوا ثبتوها في تكون في طرف الخيط من بره، العلامة من بره، يبقى التانية نفسها. انا هنا ثبت القماشة والحزام قصدي، وده كده كان الشكل النهائي. وقفلت الشنطة، وده كده كان الشكل النهائي للشنطة توتي باج. وطبعا عشان برضو تبان ان هي حاجة شيك وكده، فبنتي قالت لي يا ماما احط لها الميدالية دي، حطيتها لها في يد الشنطة. وده كده كان الشكل النهائي. شكلها تبان ان هي اصلا انك شارياها مش عاملاها في البيت، ومن قماشة كنت هترميها. ويلا بينا بقى نروح على الفكرة التالتة، برضو من قماش كنا هنرميه. ده كان بنطلون قديم اهو زي ما انتوا شايفين، هو اصلا قديم وبايظ خالص. فانا هبدا ان انا ايه اساوي قطعه قماش منه، ان انا هعملها برضو شنطه، بس المره دي هتبقى الشنطه لولد مش لبنت، فالموديل هيبقى متغير مش هيبقى توتي باج ولا كده. فهبدا ان انا بقى اشيل الاساور اللي فيه اللي هي من الرجل من تحت والجزء اللي فوق، واساوي قطعه زي ما انا قلت لكم قطعه مستطيله اقدر اعمل منها شنطه. انا هنا قصيت الرجول من تحت اللي هي الاسوره من تحت، والاسوره من فوق اللي هي بيبقى محطوط فيها الاستيك، وابدا ان انا افتح رجل البنطلون، يعني اقص الجزء اللي في الخيط ده اهو. قصيت الجزء ده وخليت القماشه كده متساويه او مستطيله، او زي ما انتم شايفين فتحت رجلي يعني البنطلون للرجلين الاتنين. وهبدا برضو ان انا اخد مقاسات الشنطه بالكتاب. تمام. تمام. جبت الكتاب واخدت مقاس الشنطه، اقص بقى الجزء الزياده. ايوه. ايه ده؟ اعمل كده بقى. عندي هنا القطعتين اهي، ادي القطعه الاولى وادي القطعه التانية. اخلي القماش في وش بعضه، يعني وش القماش في وش القماش. تمام. واقفل الجنبين. تمام كده. وطبعا على الشنطه دي هركب، المفروض ان انا اركب لها سوسته، فانا عندي حاجه تانية غير السوسته، اكيد انتوا عارفين انا مش عارفه اسمها. تمام. هبدا ان انا اثبتها في الشنطه
من فوق عشان دي الجزء اللي هيتفتح ويتقفل منه الشنطة. تمام. اثبت الجزء ده في الناحية دي والجزء التاني في الناحية التانية. تمام كده. واقفل الشنطة من الجناب. انا هنا قفلت الشنطة، ركبت الجزء ده. انت ممكن تركبي سوستة او جرار زي ما بتقولوا. وادي الشنطة اهي، لسه ما خلصتش طبعا، فاضل لنا جزء تاني، لسه فاضل لنا اليد وفاضل لنا القلاب بتاع الشنطة. تمام. عندي هنا بقية البنطلون هنا هاخد برضو جزء كده اهو، بقية البنطلون طبعا اخد جزء منه كده، يعني قد كف الايد او اكبر شوية. وابدأ اللي انا اقفله برضو من الثلاث جهات، اقفله من الثلاث جهات واثبته في الشنطة في الجزء اللي فوق. تمام. انا هنا قفلت القطعة اللي انا جبتها دي الصغيرة دي، وسبت جزء فمفتوح كده عشان اقلبها منه اهي. الجزء ده هبدأ ان انا اخيطه، وادي القطعة دي اللي هتبقى الجزء القلاب بتاع الشنطة. تمام. افتح بقى الشنطة واثبتها في ناحية واحدة بس، انا خيطها في ناحية واحدة بس، ما خيطهاش في الاتنين الا كده بقى قفلت الشنطة خالص. تمام. اعمل هنا بقى الدراع، عندي قطعة كده طويلة كده برضو كانت هتترمي، هتنيها كده واخيطها. انا خيطتها هنا اهو، تنيتها وخيطتها عشان تكون دراع يعني للشنطة او يد للشنطة. هقسمها اتنين وابدأ ان انا اثبتها زي ما انتوا شايفين كده اهو، اثبتها في الجزء ده من فوق واثبتها برضو في الجزء ده من تحت. وزي ما قلت لكم انا ما بصورش التصوير وانا بخيط، لان المكنه بتزهقني بس شويه. بس وادي الشنطه كده خلصت، يا رب تعجبكم، والمره دي شنطه لولد مش لبنت. يا رب الفكره والشكل يكون عجبكم، ولو عجبكم الفكره او الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، ودعوه حلوه كده منكم، واكتبوا لي في الكومنت هتنفذوا انهي شنطه فيها، هتنفذوا انهي شنطه من الخمسه. وده الشكل النهائي للشنطه، يا رب يعجبكم. وبكده الشنطة خلصت، ويلا نستعد للشنطة رقم 4. ودي الفكرة رقم 4. عندي هنا بنطلون جينز صغير، مش هستخدمه في حاجة، فهبدأ ان انا عندي هنا الجيوب بتاعته دي هشيلها، لان انا ممكن استخدمها في حاجة تانية او استغلها في حاجة تانية. ابدأ ان انا افكها من البنطلون. تمام كده. مجرد ما تقطعي الخيط اللي ما بين الجيب والقماشة كده خلاص الجيب اتفك بالنسبة لك. تبدأي تشدي بقى كده الجيب زي ما انت شفتي كده انفك كده خلاص. تمام. دولت هستغلهم في حاجة تانية برضو في الفيديو هعرضه لكم برضو على القناة. تمام. ابدأ ان انا اخد بقى ايه مقاس الشنطة زي ما احنا عارفين، بس المرة دي الشنطة دي على كل بنوتة صغنطوطة ايه في الحضانة. تمام. ماشي. اقص الجزء اللي فوق ده، عشان انا عايزه استغل الرجول اللي مرسوم عليها دي اللي متطرزه ديت، هستغلها. هطلع بقى الجزء ده كده خالص من البنطلون، مش هحتاجه، وابدا اللي انا افك برضو رجول البنطلون عشان اخلي القماشه مستطيله اهو. اطلع الجزء ده خالص. طبعا هنا البنطلون صغير خالص،
فلو انا قفلته زي ما انتوا شفتوا كده هيبقى صغير، يعني مش الكتاب او الكراسة مش هيجي خالص في الشنطة دي. فابدأ ان انا اوسعه كده شوية واجيب قماشة قريبة من اللون. تمام، واشيل الجزء اللي هو فيه السوستة دي، بحيث ان انا اجيب قماشة تبقى بطول الشنطة بحالها. انا كنت هعملها زي 7 كده بس لقيت كده احلى يعني. ماشي، جبت قطع الجينز دي قريبة، وابدا ان انا اثبتها هنا في القماشة زي ما انتوا شايفين، اثبتها في الجزء ده وفي الجزء ده. انا خيطتها اهوت في جزء البنطلون، و... واي زيادات ابدا ان انا اقصها. وقفلت الجنب التاني، وده الشكل اهو. انا هنا استغليت تطريز البنطلون، والجزء اللي تحت ده اقفله اخيطه يعني، عشان خاطر هو ده ايه كده خلاص الشنطة خلصت. ابدا ان انا اعمل دراع الشنطة، وهعمله من بقية البنطلون برضو اللي احنا قصيناه، اللي هو الجزء اللي فوق اللي هو بيبقى فيه الحزام. اقص العراوي كده، واقص الجزء ده اطلعه من بقية البنطلون، عشان دي اللي انا هعملها ايه حزام للشنطة. تمام. وادي اليد اللي هتبقى للشنطة. ابدا ان انا اثبتها كده زي ما انتوا شفتوا من هنا ومن هنا، واعمل يد تانية هي تبقى يدين اهوت. وده الشكل النهائي. ايه رأيكم؟ طبعا احنا هنا استغلينا التطريز اللي على البنطلون، وحطينا معاه زودناه بقماشة برضو قريبة من القماشة الجينز، او قماشة جينز وبتبقى ماشية مع القماشة. وده الشكل النهائي. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، ومنتظراكم تكتبولي في التعليقات انهي فكرة فيهم هما ال5 عجبتكم، انهي فكرة هتنفذوها. يلا بقى نستعد للفكرة رقم 5. تشوفي خطوة بخطوة ازاي حولت شوية بواقي قماش لبورتفيه شيك ومميز، من غير مكنة خياطة ومن غير تكلفة كمان. كل اللي هتحتاجيه شوية إبداع وشوية صبر. تابعي معايا الفيديو هتلاقي نفسك عايزة تجربيها حالا.
وبكده نكون خلصنا ال5 أفكار من إعادة تدوير القماش لأفكار عملية تستغليها في يومك وتنفعك كمان. واكتبوا لي في الكومنت انهي فكرة عجبتكم وانهي فكرة هتقدروا تنفذوها. يا رب تكونوا في الفيديو عجبكم، وانتظراكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.